عمرك حصل لك الموقف ده؟ تكون قاعد في مكان لأول مرة تدخله وفجأة تحس إنك شفت المكان ده قبل كده بالحرف، نفس الكلام اللي بيتقال، نفس الوشوش، كأنك بتعيد مشهد من فيلم قديم. لو حاولت تشرح لحد هيقول عليك بيتهيألك، بس الحقيقة المرعبة إن ده مش تهيؤات، دي ظاهرة حيرة العلماء واسمها الديجافو. والإحصائيات بتقول إن 70% من البشر بيحصل لهم كده، وشعورك إنك عارف إيه اللي هيحصل كمان ثانية ده شعور حقيقي جدا ومخيف. السؤال هنا مش إيه اللي بيحصل، السؤال الحقيقي هل عقلك هو اللي بيخرف ولا إحنا فعلا عايشين في عالم موازي ونسختك التانية هي اللي بتبعت لك الرسالة دي؟ عشان نفهم اللغز لازم نعرف معنى الكلمة. ديجافو كلمة فرنساوي معناها شوهد من قبل، يعني حاجة حصلت وانتهت. الظاهرة دي مش مرض ولا هلاوس، دي بتحصل غالبا للشباب من سن 15 ل 25 سنة، يعني في عز نشاط المخ. بس الغريب إنها دايما مرتبطة عندنا بشعور الخوف أو القبضة، كأن في مصيبة هتحصل. القدماء زمان ما كانش عندهم تفسير علمي، فكانوا بيفسروها تفسيرات ما ورائية مرعبة، ولو سمعت قالوا إيه زمان هتتمنى لو ما كنتش عرفت، لأنهم ربطوها بالأرواح والعفاريت وعالم البرزخ. لكن يا ترى إيه حقيقة الكلام ده؟ زمان قبل أجهزة رسم المخ الناس كانت مقتنعة إن الديجافو دي رسالة من العالم الآخر. في نظريات قالت إن روحك بتخرج وإنت نايم وبتشوف لمحة من المستقبل وترجع تاني، فلما الموقف يحصل في الحقيقة روحك بتفتكر المشهد فبتحس بالخضة دي. وفي نظريات تانية أغرب اتكلمت عن تناسخ الأرواح، وقالت إنك عشت الحياة دي قبل كده والموقف ده مجرد ذكرى قديمة من حياة شخص تاني مات من سنين. طبعا الكلام ده ملوش سند علمي، بس بيفسر ليه الشعور ده دايما بيخلي جسمك يقشعر وبيخليك تسأل نفسك هو أنا مين؟ وهل دي حياتي الأولى فعلا؟ العلم الحديث بقى ليه رأي تاني خالص. العلماء سموا الحالة دي غلطة في السيستم. مخك عبارة عن كمبيوتر بيعالج المعلومات، المفروض المعلومة تدخل من العين للوعي وبعدين الذاكرة. اللي بيحصل في الديجافو إن في تأخير جزء من الثانية بيحصل في الإشارات، فالمعلومة بتدخل على الذاكرة قبل الوعي، فمخك يوهمك إنك شفت الحاجة دي زمان وهي لسه حاصلة دلوقتي حالاً. يعني أنت مش بتشوف المستقبل ولا حاجة، أنت بس عندك عطل فني مؤقت في ترتيب الأحداث جوه دماغك. زي بالظبط لما الصوت يسبق الصورة في التلفزيون، مخك بيحاول يرتب المشهد بس بيتلخبط. عشان يثبتوا إن مخنا سهل ينضحك عليه، عالم نفس اسمه أكيرا أوكونور عمل تجربة سنة 2016. جاب ناس وقال قدامهم كلمات زي سرير، مخدة، ليل، راحة، وما قالش كلمة نوم. ولما سألهم أنا قلت نوم؟ الغالبية قالوا أيوة سمعناها. ولما كشف على مخهم لقى مراكز الذاكرة منورة كأنهم سمعوها بجد. ده معناه إن مخك ممكن يألف ذكريات كاملة ما حصلتش لمجرد إنه متوقع حدوثها. يعني الديجافو ممكن تكون مجرد كدبة بيضة مخك بيعملها عشان يملى الفراغات. مخك بيكره الفراغ فبيخترع ذكريات عشان الصورة تكمل. في حالة طبية واحدة الموضوع فيها بيكون جد، وهي صرع الفص الصدغي. المنطقة دي في المخ هي المسؤولة عن المشاعر والذكريات. لما بيحصل فيها كهرباء زيادة أو عاصفة إلكترونية، المريض بيحس بنوبات ديجافو قوية جدا ومستمرة. الكاتب دوستويفسكي كان عنده الحالة دي، وكان بيوصفها إنها لحظة إدراك مطلق، بيحس إنه فهم سر الكون كله في ثانية. بس لو أنت شخص طبيعي وما عندكش تشنجات يبقى التفسير ده مش تبعك، والتفسير اللي جاي هو الأقرب ليك، واللي بيقول إن عينك اليمين شافت المشهد قبل عينك الشمال بجزء من الثانية. النظرية دي بتقول إن ذاكرتك عاملة زي الهولوجرام، بتخزن الصور كأجزاء. يعني ممكن تكون دخلت مطعم جديد بس ريحة الأكل أو ترتيب الكراسي شبه مطعم قديم رحته وأنت طفل. مخك بياخد التفصيلة الصغيرة دي ويبني عليها مشهد كامل ويحسسك إن المكان كله مألوف، مع إن العنصر المشترك حاجة واحدة بس. مخك بيعمل عملية كوبي بيست للمشاعر القديمة على الموقف الجديد عشان يحسسك بالأمان والسيطرة. بس يا ترى هل ده التفسير الوحيد؟ أكيد لأ، لسه في التفسير الأخطر والأكثر رعباً. دي بقى النظرية اللي بتقلب السوشيال ميديا. علماء فيزياء كبار زي ميتشيو كاكو لمحوا لاحتمالية وجود أكوان موازية. النظرية بتقول إن الديجافو
هي اللحظة اللي تداخل فيها خط زمني ليك في كون موازي مع الخط الزمني بتاعك هنا. يعني نسختك التانية بتعمل نفس الحاجة في نفس الوقت، فحصل زي تشويش بين النسختين. طبعا ده كلام أقرب للخيال العلمي ومحدش يقدر يثبته، بس فكرة إننا مش لوحدنا وإن في نسخ تانية مننا عايشة حيوات مختلفة، فكرة بتخلي الديجافو مرعبة بجد، وتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تقول أنا شفت ده قبل كده. بعيداً عن الرعب ونظريات المؤامرة، العلم بيطمنك. لو بيجيلك ديجافو وانت سنك صغير، ده دليل إن مخك سليم وشغال 100. ده معناه إن عقلك بيعمل تشك على الواقع باستمرار، وبيكتشف الأخطاء وبيصلحها. الشعور ده هو مجرد جرس إنذار بيقولك ركز، اللي بتشوفه ده مش حقيقي. فلو حصل لك تاني، استمتع باللحظة، خد نفس عميق واعرف إن دي اللحظة اللي مخك قرر فيها ياخد أجازة لثواني ويهزر معاك. اعتبرها فاصل إعلاني قصير في فيلم حياتك الطويل. في النهاية، سواء كانت الديجافو رسالة من عالم تاني أو مجرد تهيؤات وكيمياء في المخ، فهي بتفكرنا بإن عقلنا البشري لسه فيه أسرار كتير ما نعرفهاش. السؤال ليك دلوقتي، إيه أغرب موقف ديجافو حصل لك في حياتك؟ وهل حلمت بموقف وبعدين اتحقق بالحرف؟ انزل احكي لنا في التعليقات، وما تنساش تشترك في قناة دهشة وحياة وتفعل الجرس عشان تشوف الحلقات الجاية اللي جايز تحس إنك شفتها قبل كده. سلام.